قنبلة التفتيح يا حلوين اللي هيغنينا عن كتير من مراكز التجميل وكمان كتير من المنتجات والبراندات الغالية. هنعمل النهاردة ماسك لازم تقومي تجربيه لان هو حرفيا قنبلة. هنعمل ايه؟ هما 3 مكونات، مفيش اسهل من كده. كل اللي هتعمليه انك انتي هتجيبي معلقة من الرز المطحون، وده بتجيبيه من عند العطار، يا اما بتروحي تقولي له انا عايزه رز مطحون وهتلاقيه جاهز. اول ما تلاقيه تجيبيه على طول وما تتردديش، لان هو لما بتلاقيه بصراحه بيبقى اختراع. انت لما تطحنيه في البيت بيبقى حلو كل حاجه، لكن ما بيبقاش بنفس الكواليتي اللي هو بيبقى باودر كده ناعم، مش زي ما تكوني طحنه. مهما كانت الدرجه اللي بتطحني، درجه المطحنه اللي عندك اللي بتطحنيها ما بيكونش بالنعومه دي. فلو لقيتيه جاهز ما تتردديش واشتريه على طول، انه هينفعك جدا. خلاص، يبقى هنحط معلقه من الرز المطحون، بس معلقه هرميه كبيره حلوه. وكمان هتقومي كده تجيبي حبه من الشوفان وهتطحنيه. فوائده رهيبه رهيبه للبشره. اهتموا ببشرتكم في فصل الشتاء، لان هي بتبقى محتاجه كتير من المرطبات وكتير من الاهتمام والعنايه، اضعاف اضعاف فصل الصيف. يبقى احنا كده حطينا معلقه من الرز المطحون، معلقه هرميه من الشوفان المطحون. هتجيب برده شوفان وتطحنيه بسهوله في البيت، بيطلع بودر ناعم جدا، ما تقلقيش. هنعجن بقى المكونات القمر دي كلها يا ست الكل ويا ست البنات بمعلقه من الزبادي. معلش بقى دور البرد مبهدلنا كلنا. هنحط معلقه حلوه كده من الزبادي على المكونات التحفه دي، وابدأي بقى قلبي وادمجي كل المكونات على بعض. وانسي اي كريم تفتيح ممكن تكوني بتجيبيه من بره. دومي على الوصفه دي لمده 3 مرات في الاسبوع طول فصل الشتاء، ما تبطليهاش نهائي. قلبي كده وادمجي المكونات، الزبادي مع النشا، الزبادي مع الشوفان مع الرز المطحون، قلبيهم مع بعض وادمجي المكونات كويس قوي لغايه ما توصلي لقوام سهل الفرد. هدمج معاكم. ما تنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات، قولوا لي برضو بتتابعوني منين، ولو كانت وصفاتي مفيده حطوا اللايك والسبسكرايب علشان الكل يستفيد من الوصفه، وكمان تحتفظي بيها اكتر. كل ما تبقي عايزه توصلي لي تجيلي بسهوله. انا هحط شويه تاني كده من الزبادي عشان ادمج المكونات كويس بالشكل ده. ماسك هايل، لازم تقومي تجربيه دلوقتي. يلا تشجعي كده، ما تخليش البرد يخليكي مكسله. اشربي ميه كتير كتير جدا عشان تبقى دايما بشرتك وجسمك وايديكي ورجلك وكله في حاله من الترطيب. اهو كده يا بنات، ده القوام اللي احنا عايزينه. وكده خلصنا الماسك التحفه بتاعنا اللي هتقومي يلا تجربيه دلوقتي. السهل جدا. هتستخدميه ازاي على بشره نظيفه لمده تلت ساعه او نص ساعه. بصوا يا بنات، الماسك ده لو انتي مستعجله حطيه من تلت ساعه لنص ساعه. لو انتي مش مستعجله حطيه ساعتين على بشرتك، هيفرق معاكي جدا. هتلاقي بشرتك نورت في نفس التوقيت، حقيقي هايل جدا. بعد الساعتين هتقومي تغسلي بشرتك وبعدين تقفلي المسام وبعدين ترطبي. مهمة جدا الخطوات دي 3 مرات في الاسبوع بنفس الطريقة. لو انتي مستعجلة تلت ساعة ونص ساعة واشطفي، وبعدين برضو رطبي. لو انتي مش مستعجلة كفاية حطيه ساعتين على بشرتك. الساعتين دول هيفرقوا جدا جدا في التفتيح والنضارة. لو كانت الوصفة عجبتك وكانت سهلة بالنسبة لك وكانت فعالة وان شاء الله هتجربيها، يلا قومي دلوقتي جربيها. وما تنسيش تحطي اللايك يا بنات، فكرتكم مرة تانية، لايك 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 وشير كتير وسبسكرايب كمان. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.